والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. امبارح اديتكم نبذة كده عن تدبيرات الله اللي من بدء الكون، وشفنا ان ربنا ايام ما خلق الانسان الموضوع كان مشروع متعة ولذة وفرحة بالنسبة لربنا، حتى ان احنا شفنا في امثال 8 بيقول ولذاتي مع بني البشر. تخيلوا اله عظيم ملوش مثيل، ملك ملوك ورب ارباب، لذاته معانا. طبعا انت طول عمرك ابليس بيقول لك ان ربنا قرفان منك، ده سامحني يعني ده فخر المعلومات اللي انت بتقولها، انا وحش، انا تراب، انا ما استاهلش، انا ربنا بيعاقبني، انا كذا. الكلام ده كله انت جايبه من دماغك. اول حاجة عايز اشيل كلمة ما استاهلش دي من فكرك على الاطلاق، لان دي بتولد لك صغر النفس والدونية وتطلعك بره ابعاد خطة الله الكبيرة انه بيحبك. ليه؟ انت بتقيم نفسك انك ما تستاهلش على ضوء ايه؟ خطاياك. انا ذنوبي كتيرة وحياتي الشريرة، انا الخاطئ، يبقى انا ما استاهلش. طب هو حضرتك لو كنت بار وصديق هتستاهل يعني؟ طب تستاهل ايه وانت بار وصديق؟ طب ويموت الابن عشانك ليه وانت بار وصديق اساسا؟ وليه الصليب وليه الفدا؟ النظرة دي خطة جامدة. انا احكي لكم حاجة. واحدة قريبتنا جت من امريكا، ليها بنتها بتدرس في الطب، ففي حاجة اسمها الذكاء الصناعي، مش عارف اسمه الاي ايه كده، ايه اي ده بيرد عليها بأسئلة. فقالت له تخيل ان انت ابليس، تعمل ايه عشان تفشلني؟ بعت لها 3 صفحات. لا، اول حاجة اجيب لك كل عيوبك قدام عينيك وخليك تفقدي الثقة في نفسك وخليك تفقدي الرجاء في اي حاجة حلوة هتحصل، واملاكي بالخوف وتفقدي الارادة والعزيمة تحت تأثير الخوف، واشتتك ما تركزيش، يخرب عقلك. ايه ده؟ انا حسيت ان هو جواب من ابليس. 3 صفح يعلم ربنا وكلهم الناس عايشاهم بالتفصيل. ويوم بس ما الواحد يكتشف ان ربنا بيحبه بيبقى يوم عيد. اجران الخطة بيجرى لها ايه؟ بس انا تعالى نتكلم مع بعض بطريقة بسيطة كده، ان على قلبي ان اشيل ده. ليه؟ اصل خدمتنا النهاردة اسمها لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد ايه سر ان يعطيكم ملكوت. فانت شايف انك انت طب يصر بايه عشان يديني انا؟ ده انا اللي عارف تاريخي وعارف حياتي. اول حاجة احب اقولها لك يا غالي، عندك شك في حكمة الله؟ طب مين احكم منه؟ في حد احكم من ربنا؟ مش كده برضو؟ يعني ربنا لما ياخد قرار يبقى هو ده عين العقل ولا يعني عين العقل؟ برافو عليك، ده هو الاله الحكيم وحده. لما يكون في مثلا موبايل بيتباع في السوق مثلا ب10,000 جنيه، يقول لك الموبايل ده بعد اذنكم اقفله بس عشان احسن حد يرن ولا حاجه، ده ب10,000 جنيه.
وبعدين اقابل واحد مشتريه ب100,000 جنيه، انا جبته ب2000 دولار، اقول ايه على اللي اشتراه ب2000 دولار او 100,000 جنيه وهو ثمنه 10,000 جنيه؟ اقول عليه ايه؟ اتضحك عليه، مش كده برضو؟ صح؟ ممكن نقول عليه حاجة تانية، وايه؟ مغفل، مش كده برضو؟ اصدقيني لما اشتري ب10 ب100 دي كارثة. ايه تاني؟ قولوا لي كده اسمع الفاظكم المهذبة كلها تتقال كده. ازاي هتسموا بدنه كلكم برأي واحد؟ صحيح اتضحك عليه. الكلام ده ينفع ينطبق على ربنا؟ ينفع ينطبق على ربنا؟ انت بتقول له كده لما تقول له انا ما استاهلش، انت بتهين حكمة الله لما تقول له انا ما استاهلش. تخيل انا اشتريت الموبايل ده ب2000 دولار ولسه بفتحه قال لي على فكرة انا ما استاهلش. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ وايه رأيكم وانت بتقول انا ما استاهلش؟ انا عارف ان معمول منها ترانيم، وعارف ان معمول منها افلام، وعارف ان معمول منها عظات تشق عنان السماء، بس كلمة ما استاهلش دي تمجد الله ولا تهينه؟ لانه بيشتري حاجة ما تستاهلش. يعني انا استاهل؟ ليه؟ ده انا صنعة ايده، ده انا على صورته، ده انا على مثاله، ده انا وضع فيا سر كماله، ده انا ابنه، ده انا ايه ده يمجد الله. احكي لكم قصة يمكن حكيتها للناس اللي بتحضر معايا. في مرة دعيت لخدمة في مصحة علاج مدمنين، والمصحات دي يعني انا بخدم سجن ومدمنين، عقبال ما اشوفكم هناك كلكم ان شاء الله وافتقدكم واجيبكم للمسيح، مش هسيبكم. فايه، تروح هناك تجد ارواح اليأس عاملة معسكر جوه المكان. ليه ارواح اليأس؟ تقول لي ده انتوا بتدوهم رجا وبتاع، تهبل. ده هو عارف ان اسمه الواد الشمام، وما يطلع يقول لك ده لسه خارج من مصحة، ملوش مستقبل. مستقبل ايه؟ ده اللي دخل السجن، ده الواد الحرامي ولسه عارف انه لسه خارج من السجن، يجيب شهادة حسن سير وسلوك منين؟ مفيش مستقبل. فالروح الجسمة هناك اسمها الروح اليأس. تبقى راجل لو عرفت تفتح انجيل وسطيهم، بل تفتح بقك، تحس ان انا كنا نخش القاعة عليم المسيح نقعد نصلي بالساعة والساعتين عشان نطرد ارواح اليأس، عشان لما يجوا الناس دول نقعد معهم نعرف نقول حاجة. وجم قعدوا كان حوالي 28-30 وقاعدين متجهمين، ولازم يقعدوا يحضروا لان ده الوقت بتاع برنامج التوجيه وبرنامج المشعر، برامج كده عندهم. انا طبعا عايز اتكلم معاهم، فافتح كلام معاهم في ايه يعني؟ ماليش في المخدرات، كنت اسالهم على الانواع، ايه احدث انواع، كانوا يفيدوني مثلا ويرشدوني لاحسن حاجه جديده بتاع تعمل دماغ او حاجه. ماليش. اتكلم في ايه؟ انت بتشتغل يالا؟ انا بشتغل موبايل. كنت بتعمل ايه؟ وتسوي كذا وتسوي كذا وتسوي. وانت كنت شغال ايه؟ كنت شغال في القهوه. بعمل ايه؟ بسوي كذا. وانت شغال في ايه؟ وانا عمال وهم بيتكلموا كنت عامل زي بولس لما راح في اريوس باغوس ورأى آلهة كتيرة وكان بيصلي لربنا أكلمهم عنك إزاي، لحد ما لقى إله مكتوب عليه الإله المجهول. وهنا قال لهم أنا هعرفكم مين الإله تخيل أنت وأنت قاعد تتكلم أنت بتدور. كان بولس يقول كلمة حلوة، كي يعطى لي باب للكلام عند افتتاح الفم. يعطى لي ايه؟ باب للكلام، هو مسدود.
ففي النص كده قال لهم كنت شغال سايغ. قلت له كنت بتشتغل ايه؟ الصنايع ولا بتبيع؟ قال لا صدقني كنا بنبيع وكنا وبنعمل ونسوي. قلت له اشتغلت في القديم؟ قال لي اشتغلت في القديم. قلت له بقى انا بقى ايه احكي لك. قلت له انا على فكره كنت شغال عند سايغ. قال لي قلت له صدقني وانا صغير في الاجازه كان ليا واحد قريب سايغ في الارياف، كنت اروح اقف معاه، ما كانش عنده عيال وانا كنت شقي. قال لي بعت الواد ده اقف معايا. كنت اخد العمود بتاع الاكل بقى وحزمه العيش وبتاع، ورايحين بقى ايه هنشتغل، وافتح الخزنه واطلع الذهب وارصه في الباترينا، وكل اشواق ايه ان نقعد طول النهار نبيع، والاخر النهار معانا فلوس نروح نشتري البطيخه المحترمه ونشتري الجبنه ونشتري البتاع وايه، ونروح بقى نصهلل بقى نتعشى ما احنا بعنا. دي كل امالي في المحل ده يعني. وبعدين اروح هناك واعمل ده كله واتفاجئ، انا بحكي للجماعه اللي هم اللي قاعدين، الاقي انا عملت ده كله وتخش واحده تقول له ايوه يا خواجه خد تمن لي دي يا خواجه. احنا فاضيين، انا بقى عندي 6 سنين واحنا فاضيين يا خواجه لك يعني بس خلينا نجيب الزبائن لا تشتري، ولا الخواجه يقف يتمن ويوزن. ماشي طب تشتري؟ اشتري على كام؟ على كده تخليهم كذا يا خواجه. المهم انا اقول بقى ايه ده، ولا الافندي يفتح الخزنه يطلع الفلوس ويديها وياخد ويحطه في الدرج. ماشي يعني ها غلبانه بيساعدها شويه، وتيجي واحده تانية ما شاء الله، وتيجي واحده بكردان، وتيجي واحده بحنش، وتيجي واحده مش عارف بايه، والافندي عمال يطلع في الهو. انا هين عليا الخواج ده اخده، انا شايفه بيفهم ولا ما يفهمش ايه؟ بدل ما نجيب فلوس تدفع فلوس. بس هعمل ايه بقى، انا قد كده وهو قد كده، ما اقدرش انا على وسط النهار الاقي الدرج اتملى، يقول لي يلا خد الحاجه دي نقعها جوه. اروح انقعها جوه، احط عليها صافو وربصه قد كده طين بعيد عنكم. يقول لي ايه الاخبار؟ اقول له طين. يقول لي اطلقها وحط تاني لحد ما الميه ترقها، يقول حطها في البودره. الواد قاعد يبص لي كده يقول لي انت حقيقي؟ قلت له بحكي كلامك بجد. قال لي وتعمل؟ قلت له كنت امرشها بقى وامسك المساله واعمل واسوي. على اخر النهار يبقى عندنا ذهب ما حصلش. الموديلات الناس بتسال عليها اللي ما بتنزلش بقت عندنا. تاني يوم قال لي تبيع براحتك ومشتري قديم وبتبيع جديد. قلت له يبقى طلع انا اللي بفهم ولا هو اللي بيفهم؟ وانا ايه؟ هم كلهم انفجروا من الضحك زيكم كده. ثم طلعت ما بفهمش يا اولاد، طلع هو اللي فاهم. ليه؟ الذهب ده ذهب حتى لو كان عليه طين. ينفع انا اشوف حته ذهب عليها طين ارميها؟ قال لا طبعا. انتم متاكدين؟ قالوا لي اه. قلت له طيب انت عارف ايه الذهب ده؟ ده انت. قال له ايه؟ قلت له انت الذهب ده وعليك طين العمر، وطين الحياه اللي ما اديتكش، وطين العلاقات الوحشه اللي حطت عليك اخلاق تعبانه، وطين الادمان، وطين العجز. انت حته ذهب عليها طين، حد يرميها انفجرت كميه دموع كانها دموع الراحه. احنا قلت لهم يعلم ربنا. طب اقرا لكم حاجه؟ قال له اقرا. كانت فرصه بقرا الانجيل. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. قلت له لو الابن اغلى منك يضحي بيه عشانك؟ قالوا لا. قلت له يبقى انت غالي قد مين؟ قالوا ايه؟ قلت له يبقى انت غالي قد مين؟ مش عايزين ينطقوها. قلت لهم واحد بس ينطق. قال له يعني انا غلاوتي من غلاوه ابنه. قلت له لا غلط. قال لي ايه؟ قلت له غلط، انه ما ضحاش بيك وخد ابنه، ده ضحى بابنه عشانك انت. لدينا كنز في اواني خزفيه، وانفتح باب الخدمه، ولقيت بقى زي ما تكون انت لمست
المنطقة الصح اللي تقدر تشتغل فيها. ده الداخلي، الإنسان الداخلي لنا هذا الكنز في أوان خزفية. فالخواجة اللي كان مشتري الذهب اللي عليه الطين ده حكيم جدا، فمهما كان عليك طين الحياة تقول لي أنا زنيت، أنا سرقت، أنا شميت، أنا ضربت، أنا شتمت، أنا طردت، أنا، قول لي اللي عليك. كل ده اسمه إيه؟ مش سامع، اسمه إيه؟ السيغ الحكيم هيرمي الذهب عشان الطين. نفسي تشيل من مخك فكرة أنا ما استاهلش، إن العيل الصغير اللي هو أنا اللي شفت إن ده ما يستاهلش، وربنا الإله الحكيم وحده. فالابن الضال وهو راجع عليه تراب الزرايب وريحة الخنازير كان يستاهل. استاهل الحلة الأولى، واستاهل العجل المسمن، واستاهل الحذاء، واستاهل الرأس والطرب. ابني كان ميتا فعاش. قل لي بالأمانة، انت تستاهل ولا ما تستاهلش؟ مش سامع كويس. انت ايه؟ كل واحد يقولها كده 10 مرات في سره، انا استاهل يا رب، انا استاهل يا رب، ده انا استاهل يا رب، ده انا ذهب يا رب، ده انا على صورتك، ده انا على مثالك، ده انا حبيبك واتغربت عنك، ده انا ابنك اللي ده بين الخنازير، ده انا اتكلم صح مرة في عمرك. الكلام ده اسمه القلب الصادق. فلنتقدم بقلب صادق، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. تقدم بقلب صادق، بيقول لك انت ابن عليك طين الحياة، وهو يجي يقول وأرش عليكم ماء من العلاء فتطهرون، أغسلكم من خطاياكم ومن اسمكم واديكم قلب جديد وأجعل روح جديد. إيه ده كل ده يا رب؟ ده حد منكم مؤمن بالكلام ده؟ فكل كلام التواضع كوم، وإهانة الله كوم تاني. سامحوني، ده اسم تجديف اتحط على الله، لأن يسوع نفسه قال الآب نفسه إيه؟ لا مش سامع. الآب نفسه إيه؟ الآب نفسه إيه؟ ويعلموا أنك أحببتهم كما أحببتني ليكون فيهم الحب الذي أحببتني. يعني الآب بيحبني قد المسيح. لو ما عرفتش كده تبقى ما عرفتش الآب. طب ده كلام يخش العقل، ده كلام يخش العقل، يخش جدع، ما يخشش العقل بس يخش القلب، مش كده؟ طب بجد اللي مصدق انك انت ربنا بيحبك قد ما يحب يسوع بالظبط كده يقول لي. المتكبرين المتعجرفين دول كبرياء وارتفاع القدر. شوف الراجل ده متواضع، مش انت متواضع؟ طب قول لي انت لوحدك يا فالح، الاب يحبك قد ابنه ولا لا؟ طب ليه؟ ايه البرهان؟ لما اتحطيت انت وابنه قدامه ضحى بمين؟ تخيل. خلي ده ايمانك، خلي ده قانونك، خلي ده صخرة خلاصك. ان الله بيحبني وضيع ابنه الغالي عشاني، اسلمه حتى الموت، موت الصليب. دايما اوعى تشوف طين، بص على الذهب. جواك انسان جديد يستاهل حب السماء وحب الارض كمان. جواك طبيعة جديدة تستاهل الحياة الابدية. عمال تسخف من روحك ليه؟ احنا شفنا ابليس من الذكاء الصناعي اول حاجة قال ايه؟ احقرك في عين نفسك. اوعى لا، ده تستاهل يا غالي. ودي ما ينشئش فيك كبرياء، ده ينسب لله الحكمة والنور والنعمة. المرأة السامرية كانت تستاهل ولا ما تستاهلش؟ مين اللي شاف الذهب وسط خطية الزنا والفجر؟ مين؟ يسوع.
مين اللي شاف الذهب جوه طمع وسرقة شاول زكى عديم الضمير وقال له هبيت عندك كمان؟ يسوع ده يطلب. عشان كده يقول لك يشبه ملكوت السماوات إنسان تاجر يطلب لآلئ حسنة. تعال نقرأ في متى 13 إصحاح متى 13 عدد 45. قولوا معايا أيضا إيه؟ يشبه ملكوت السماوات قدامنا. طب أنا مداري الشاشة؟ قولوا معايا يلا. يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب إيه؟ لا يطلب إيه؟ حد يعرف الآلة دي بتيجي منين؟ من قاع البحر. اقروا معايا يشبه ملكوت السماوات إنسانا إيه؟ تاجر زي مين بقى اللي أنا كنت واقف معاه؟ اللي أنا كنت فاكره إيه؟ وطلع مين اللي بيفهمش إيه؟ إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن عمل ايه؟ خدوا بالكم، عمل ايه؟ مضى وايه؟ وباع كل المثل ده بيتكلم على ايه يا احبائي؟ عارفين الكنيسة اسمها ايه في الكتاب المقدس؟ البيعة. كنيسة الله التي اشتراها بايه؟ بدمه. تخيل المسيح يسيب السماء ويسيب المجد ويسيب عظمة الإله، يخلي نفسه وياخد شكل العبد عشان يشتري الكنيسة. يسموها المشتراه، البيعة. حد سمع كلمة البيعة دي قبل كده؟ البيعة المقدسة، بس احنا ما نعرفش اسمها البيعة المقدسة ليه مش كده؟ انه باع واشترى. دي البيعة دي بقى ايه؟ دي خبطة العمر عند ربنا. ايه؟ يعلم ربنا احنا خبطة العمر عنده. خدوا بالكم، كنيسة اسمها ايه؟ اللي هم مين بقى البيعة دول؟ تخيلوا احنا صفقة العمر بالنسبة لربنا. انت عمرك ما شفت نفسك مكسب لله، وإبليس منفذ فيك برنامج الذكاء الصناعي ومديك انت الغباء الطبيعي. تقوم عايش قليل في عينين نفسك. انت قليل في عينين نفسك. ده قال لها اول حاجة اخليكي تستقلي نفسي، اول حاجة. عشان كده قديس بولس الرسول وهو في رسالة تسالونيكي الأولى إصحاح 5 يقول إيه؟ يقول للمرشدين شجعوا صغار النفوس. اعملوا إيه؟ بيبقى الفريق مغلوب وشبعان غالب والجمهور يقعد يشجع. ليه؟ يقوم يكسب. الروح المعنوية تترفع. الروح القدس اسمه المشجع. اسمه إيه؟ يشجعنا. الخادم الحلو يشجع المخدوم، يقعد ينبش جواه لحد ما يطلع له اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي المسيح مضى وباع كل شيء واشتراها. ترنيمة تقول أحبني ونخاتي، أحبني ونعاتي، أحبني لذاتي، أحبني لمماتي. أبوس رجلك أول نقطة في الذكاء الصناعي دي عايزك تفوتها على إبليس النهاردة. فوتها عليه. قل له رب أنا بشكرك، أنا صورتك، أنت روحك ساكن فيا، أنت دمك بيجري في عروقي. تخيلوا دم المسيح بيجري في عروقي ولحم، وأنا لحم من لحمه وعظم من عظامه. في مرة
أيام الحرب العالمية الثانية، راحت ملكة إنجلترا تزور الجرحى في المستشفى، ولقيت واحد بيموت بيدوروا على فصيلة دم O. الملكة القديسة قالت أنا فصيلة دم O ولا هتبرع له. وقعدت الملكة جنب العسكري اللي بيموت، عسكري مش ضابط، واخدوا من دمها ونقلوا في دم هذا الجندي عشان يحيى. الملكة قامت من هنا، كانت المستشفى كلها بتشيله وبتحطه في الجناح الملكي. ليه؟ ده بيجري في عروقه الدم الأزرق، الدم الملكي. وانت بيجري في عروقك دم مين؟ دم الإله اللي أحبك واشتراك. حبيبي لو سمحت عايزك تفهم الإنجيل. إنجيل يرد لك، يرد لي نفسي. المزمور كده بتاع الراعي، يرد لي نفسي، يرد نفسي ويهديني. رد النفس تخليني ألاقي نفسي زي ما قالت عروس النشيد: كنت في عينيه كواجدة سلامة. نفسي تشوف نفسك محبوب في عينين ربنا. نفسي تعرف انك انت بتكره الخطية زي ما ربنا بيكرهها تماما، وانك قرفان من الخطية زي ما ربنا قرفان منها تماما، وانك انت حاجة والخطية حاجة تانية. نفسي تطرد عنك أرواح اليأس والفشل. تقول له يا رب يسوع أنت لم تعطينا روح الفشل، بل روح المحبة والقوة والنصح. استرد نفسك. فهنا التاجر ده لما راح يبيع اللي اللي عنده كلها، الناس استخسروا ولا لا؟ معاه له كده: اشتري دي بكام بكذا، اشتري دي بكام، اشتري دي تشتري دي كام. اقول لك حاجه، احنا ما نعرفش المسيح باع ايه عشان هو. كرامه المسيح امتهنت ولا لا؟ مجد المسيح امتهن ولا لا؟ واخلى نفسه كل ده عينه على مين؟ يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه. من اجل ايه؟ السرور ده ليه اسم ولا ملوش اسم؟ ليه اسم. مين السرور الموضوع امامه؟ تخيل انت السرور اللي كان موضوع عشان كده يضحي لقالق بعطر. خدوا بالكم فوق. كم واحد قرا المثل ده قبل كده؟ لا، اللي قراه قبل كده عدى عليه كده فهمته ثانيه يقول لي كده لو سمحتوا. مين قرا مثل اللؤلؤه قبل كده؟ مين شاف نفسه في اللؤلؤه دي؟ ولا حد. الامثال دي جت المسيح قالها عشان يوضح لينا هو عمل ايه، بس نقرا وما نفهمش. مبصرين تبصرون ولا ترون شيئا، سامعين تسمعون ولا تفهمون شيئا. فوق الانجيل بينور حياتك وانت مش عايز تاخد. كم واحد شاف نفسه اللؤلؤه دي؟ تخيل لما تشوف نفسك اللؤلؤه دي وتقف تمجده وتعظمه، تعظم صليبه، تعظم إلامه، وتقول جراح حبيبي غالية عليا خلتني ايه. ده كان ليها قصة كده سمعتها في مرة. كان في ملك عمل وليمة كبيرة، وكان عنده بنت فيها داء السرقة. فوسط المدعوين حد نسي حاجة ثمينة على الحوض أو حاجة ضاعت، فوصل الملك قال لهم اقفلوا الأبواب كلها وفتشوا القصر كله، واللي عمل كده في قصري هيتجلد على ظهره. الحراس قفلوا وفتشوا المدعوين لحد ما جم عند بنت الملك ومد
مدوا ايدها في الشنطة طلعوا الأسورة. الملك ذهل وشاف المشهد والبنت انهارت، وقام الملك خلع تاجه وعرى ظهره واتمد قدام خدامينه يجلدوه وهي شايفة. أيهان الممجد أيذل الكريم، شافت أبوها بينجلد ويتضرب بالكرابيج من إيد العبيد لأن هي اللي أخطأت. دي قصة الترنيمة دي. جراح حبيبي خلتني أكره إيه. يا سلام، طلتم أنا عملت كده في أبويا دي، لا بعد كده أقطع إيدي ولا بدهاش أما أشوف أبويا. أنا شايف أبوها العظيم ده المجيد ده الفخم اللي الناس كلها بتسجد له ده، بيضربوا العبيد بتوعهم. يا جماعة ده منظر ما يتشافش. احنا مش بنقرا الانجيل حلو. يقول لك الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل ايه؟ الصليب. مستهين بايه؟ مستهين بايه؟ بالخزي والعار. ده عشانك وعشانك وعشاني. لا مش ممكن، مش ممكن، ما هو عمل كده. بس احنا مش مستوعبين الحقائق. احنا بنيجي على الحاجه الخايبه وبنمسك فيها. انا ما استحقش. عملنا ايه؟ ما استحقش. ما استحقش مش هصلي، وما استحقش مش هتناول، وما استحقش مش هروح اعترف تاني لان الاولاني ما نفعش، وما استحقش مش اخد، وما استحقش ما استحقش وراها كل حاجه ضايعه. ها ايه الاخبار؟ عملت ايه؟ ما استحقش ولا حاجه، بس اللي انت عملته ما استحقش. يا ابني لازم تدرك النعمه اللي انت حاصل عليها وتقول له يا رب انت يعني عظيم قوي وكريم قوي وحلو قوي انك عملت كده من اجلي. دي اقصى حاجه تعملها. لكن تقول له انت ما تفهمش، لا انا ما اقدرش اقول ربنا ما تفهمش. ما انت بتقول له انا ما استحقش. الموبايل ده بيقول لي انت اشتريتني 100,000 ده انا ب 10,000. مره اما اختي اتخطبت من زمان، يعني كان ده قديم قوي في الثمانينات، وبعدين جاب لي هديه في عيد ميلادي. فاختي عايزه تخلي خطيب اختي يعني تديله وضع قدامي، فقالت لي البير انت عارف الكولونيا اللي جابها لك دي ايه؟ قلت لها ايه؟ انا ما بفهمش في كولونيا خالص على فكره، واللي يجي يزورني يلاقي في الرف بتاعي كميه ازاز كولونيا من وانا عيل قد كده ما بستخدمهاش. قالت لي البير دي بص. عارف يعني ايه بص؟ قلت لها عارف طبعا. هي عارفه ما بفهمش حاجه. قلت لها انا ببقى معدي في ميدان رمسيس واسمع بيقولوا بص 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 كله ب2.5. جوز اختي قال لي تصدق خساره فيك. ايه ده؟ ايوه انت بتاع بص بص، انت ما بتفهمش حاجه. احنا بتوع بص بص يا جماعه. احنا مش عارفين قيمه اللي اتعمل، وعشان كده يضيع منا بسهوله، ويضيع منا الخلاص بسهوله. الخلاص ده غالي او خلاص ثمين ودم ثمين كريم بالعيب، مش بص بص. بس طبعا بعد كده عرفت انها تسوي اكتر من 5 جنيه مش 2.5. فهمنا مثل اللؤلؤة؟ مين بقى اللؤلؤة كثيرة الثمن؟ اوعى تقول غير كده. قول له انا اللؤلؤة بتاعتك. الجميل بقى اللي منكم بيقرا في سفر الرؤيا ويشوف وصف المدينة السماوية، وانا نفسي اعمل لكم مؤتمر عليه. يقول لك والمدينة كان ليها 12 باب، كل باب من لؤلؤة واحدة. اللآلئ هي أبواب المدينة السمائية
اللآلئ اللي جت من عمق البحر، البحر يرمز للهلاك في الكتاب المقدس، عشان قال أنا رأيت سماء جديدة وأرض جديدة والبحر لا يوجد فيما بعد. البحر ناخد منه اللآلئ بس. فنجد عندنا لآلئ زي بولس جت في البحر، لآلئ زي موسى الأسود، لآلئ زي أغسطينوس، لآلئ زي مريم المصرية، ما لآلئ زي الست لآلئ. كنيسة مليانة باللآلئ اللي جت من عمق البحر، جت من فم العدو. واللآلئ دي هي أبواب المدينة. ليه؟ اللي بيجي منكم أنا هنا يعرف قيمته وهو كان ضايع اما يقعد مع ناس من اللي بيقولوا الكلام ده، يقول له يا ابني ما تقولش الكلام ده، ده انا كنت زيك يا ابني، ده انت غالي قوي على قلب ابوك. انا ايوه، ده انت ذهب، ده انت لؤلؤه. ازاي اول مره حد يديله وضعه؟ طول ما عمرهم بيقولوا يا مخفي يا وش الفقر يا ابو النحس، ويلاقي حد بيقول له ده انت لؤلؤه وانت ذهب، ده يمسك فيك ومش هيسيبك. خدوا بالكم، انتوا فاهمين اللي فات؟ يبقى مثل اللؤلؤه ده ينفع نقراه ونعديه؟ طب كم واحد قراه وعداه؟ شفتوا بقى، شفتوا بقى، شفتوا بقى، بيضحك علينا. نبقى بنقرا انجيل وبيضحك علينا ولا لا؟ طب خد اللي قبله بقى عشان خاطر يعني دي الشقلة الكبيرة. بيقول ايه؟ عدد 44 في نفس الإصحاح: أيضا يشبه ملكوت السماوات ايه؟ كنزا مخفي في حقل وجده إنسان عمل فيه ايه؟ خبيه. الناس اللي بينزلوا المزادات يشتروا اللطات يجري يقلبها قبلها بيومين 3 ويجيب الواد اللي ماسك المزاد يعكمه ويقول له خبي على الحاجة دي وحط لي كوم الراتش ده عليها. ليه؟ أنا اللي عارف الحاجة دي عشان أنا اللي إيه؟ أشتريها. وجدوا إنسان وعمل فيه إيه؟ مش سامعا، عمل فيه إيه؟ والكنز اساسا كان فين؟ مخفي. الكنز كان فين؟ يعني لما كانت امك تقول لك تعالى يا مخفي كانت تقصد ايه؟ شفت بقى؟ شفت دارسين ازاي؟ تخيل تخيل. طيب الكنز ده كان مخفي في حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى، قولوا معايا، وباع كل ما كان له واشترى الحقل. اشترى الحقل ولا الكنز؟ اشترى الحقل ولا الكنز؟ ليه؟ اشترى الحقل لأن جواه ايه؟ وهنا بقى نجد سر جديد من أسرار الملكوت يتكشف أمامنا. قديس بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانية 4: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. السيد ده وهو بيتفقد وجد كنز مخفي في حقل. طب لما هو مخفي هو شافه ازاي؟ دي مش سهلة، دي ما تعديش. لما هو مخفي هو شافه ازاي؟ ان هو الفاحص القلوب والكلى، كل شيء مكشوف قدامه، كل شيء عريان
يعرف كل خبايا القلب وأفكار الإنسان. كنز مخفي وجده إنسان في الحقل، عمل إيه؟ قال خليه مخفي. خليه إيه؟ وراح اشترى. اللي باع على إنه بيبيع حقل ولا كنز؟ حقل. ليه؟ مش دريان. عشان كده الوحيد اللي تمنا هو اللي عرفنا. عالمين أنكم افتديتم من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، لا بأشياء تفنى بذهب أو فضة، بل بإيه؟ دم ثمين معروفا قبل تأسيس ده مش بذهب ولا فضة، ده بأغلى حاجة، دم الابن الوحيد. احنا شفنا دم الملكة لما جري في عروق العسكري حطوه فين؟ وانت دم المسيح لما يجري في عروقك تتحط فين؟ سيرتنا هي في السماويات. انت فايق ولا مش فايق؟ انت فايق ولا مش فايق؟ فايق ولا مش فايق؟ الجوهرة فين؟ واللؤلؤة فين؟ والكنز فين؟ ومين اللي ما يستاهلش؟ اوعى ده ربنا حكيم قوي. تاجر ده كان حكيم. هو الحقل ثمنه مثلا 100,000 جنيه، قام اللي بيبيعه قال له ده ولا $500,000 جنيه. قال لهم ايه؟ ده ما يستاهلش. بس اللي بيشتري عارف ان جواه كنز يساوي مئات الملايين. فاللي بيقول ما يستاهلش ده اللي باع، واللي يعرف القيمة ده اللي ايه؟ عشان كده يتقال مجانا بعتم وبلا فضة اشتريتم. فاللي بيقول لك انت ما تسواش ده اللي باع ولا اللي اشترى؟ اللي باع. يسوع اشتراك وتمنك بحياته وبدمه. محتاج اقول اكتر من كده عشان تعرف قيمتك ولا لا؟ بس هنا عايز اقول لكم على حاجه. هو الكنز المخفي في الحقل ده ايه؟ بعض الناس يقولوا حقل العالم، ماشي، وبعض الناس يقولوا مش عارف ايه. انا هبسط الموضوع. انا لما ابص لحياتك من بره اشوف الكنز اللي جوه ولا الاقيه مخفي؟ مخفي. ابص على حياتك اللي بره الاقيها ايه؟ ما تستاهلش، صح؟ فانت اساسا بتتمن نفسك من بره ولا من جوه يا ماريا؟ من بره. ومين اللي بيتمن اللي جوه؟ هو وازن القلوب القلة وفحصها وعارفها. الإنسان ينظر إلى العينين، أما الله فينظر إلى إيه؟ القلب. بذمتك مش قايم تحس بنفسك شوية إنك غالي في عينين ربنا؟ إيه ده وأنا أستاهل؟ لا تستاهل. ده الكريم قال عليك تستاهل، والحكيم قال عليك تستاهل، واللي بيفهم كويس قوي. مرة في كتاب بتاع واحد كاتب صيني كان كارث في الصين، أنا بحب أقرأ له. كان طالب في كلية العلوم، وبعدين جاله وقت مش قادر يدفع المصاريف فما قدرش يروح الكلية. ولما جاء قوي أخذ الكتب والأبحاث بتاعته بتاعت كلية العلوم وراح لبتاع الخضار. قال له أنا محتاج شوية طماطم، شوية خيار، وعودين فجل وبصلة. قال له طب دول بكذا. قال له معيش، بس معايا بحث في الكيمياء بكذا وفي الطبيعة بكذا. بتاع الخضار بص له وقال له إيه؟ مش عايزه.
ده قال له كلمة جميلة قوي، قال له الأبحاث بتاعتك دي جابت لك خيار وطماطم؟ قال له لا. قال له ما بتسواش. الواد خد بعضه وراح قعد في البيت وجاله احباط. بقى انا بدرس في كليه الابحاث بتاعتها ما نجيبش لا خيار ولا طماطم، وقايم بقى ايه زمايله داخلين لقوه قايم على الكتب زي قالوا له استنى هناخدها احنا منك يا عم. وراحوا حكوا للاستاذ بتاعه اللي كان بيحبه وكان مرشحه يبقى معيد معاه انه كان واد نابغه. قال لهم طب ابعتوا لي الواد ده، فبعتوه له. فراح قال له، قلع من ايده خاتم فخم كده، قال له خد بيع الخاتم ده وتعالى لي، خاتم فيه فص الماظ. فالواد راح ولا سايغ قدر يشتريه، ان ثمنه غالي جدا. حاول، ما هو الراجل قال له بيعه ما عرفش، فرجع له بيه قال له خير. قال له ما حدش عارف يشتريه لانه غالي جدا. قال له انت رحت لمين؟ للسياغ. قال طب ليه ما رحتش بتاع الخضار؟ قال له ايه؟ ما رحتش بتاع الخضار ليه؟ قال له ما فهمش حاجه. قال له انت رايح لبتاع الخضار توري له ابحاث الكيمياء والطبيعه وتعرف ان هو هيقيمها لك، عشان كده قال لك ارميها في الزباله. اوعى تقيم نفسك عند بتوع الخضار، قيم نفسك عند الذي يطلب لآلئ حسنه، الذي يفحص القلوب والكنوز. بولس يقول لأني لا يحكم في أحد، بل الذي يحكم في هو الله الذي ينير خفايا القلوب. يوما ما ناس تبص المونيكا دي، ومونيكا دي بتتقلط علينا، ومونيكا دي كذا، مش كده يا بنت عمريه؟ مش كده؟ وبحبحي كده، مش كده برضو؟ لكن يسوع كان شايف فيها أجمل واحدة وطلع الجمال ده اللي احنا بنحبه كله. لا يوجد إنسان في حياتك أنت شايفه وتعرف قيمته، لكن مين اللي يعرف قيمتك؟ الذي يحكم فيا فقط. هو مين؟ الله اللي يعرف إيه؟ خفايا القلوب. اوعى تقول لي حد. هختم الكلمة دي لأن عايز أقول لك اسمها كده، قيمتك في عينين الله. وأنا عايز الجزء ده يبقى جزء أساسي في حياتك الروحية. خدوا بالكم، أنا يهمني رد النفس. يقول شجعوا صغار النفوس. أكتر واحد بيتبلع صغير القلب، عشان كده يسموا يسوع عزاء صغير القلوب. عزاء إيه؟ ده أنت كذا، ده أنت كذا، ده أنت كذا. ما تصدقش، ما تصدقش عشان خاطري، صدق الإنجيل. فالكنز ده موجود في الحقل اللي هو الجسد. يمكن الجسد ده من التراب، يمكن الجسد ده فيه غضب، فيه قسوة، فيه احتداد، فيه حاجات مش حلوة، بس اوعى تنكر ان جواه ايه؟ ذهب. وما تبيعش رخيص، ما تبيعش رخيص. عز ما كان شاول إرهابي، عز ما كان شاول إرهابي، بقول كنت أضطهد كنيسة الله وأتلفها بلا رحمة، بافتراء، يسوق المؤمنين مقيدين في سلاسل، خرب كنائس بجملتها، خلى ناس ايه فظيع. ونلاقي ربنا بيقول لحنانيا هذا إناء مختار لي. ايه ده؟ ايه؟ إناء مختار. ربنا شايف النهارده أنية مختارة كتير. مش عايز أقول لكم بأمانة كلكم آنية مختارة، كلكم خميرة للملكوت في كل حتة هتروحوها. أنت إناء مختار، أنت إناء مختار. الله عايز يعزك في عين نفسك، هذا إناء مختار. قال له يا رب ده كان بيضطهدك، قال له سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. وشاول يصبح بولس أعظم خادم للإنجيل. شاول
يصبح بولس ايه؟ انا بأمانة ربنا مرني اواني كتير قوي في المؤتمر ده من بدايته، من قبل ما نطلع وربنا مديني رؤية لأواني كتيرة غالية قوي، جواهر ولآلئ وكنوز الله جاي يستكشفها ويعلنها ليك ويفرح بيها لأجل نفسه. قل له امين يا رب ليكن ليك قولك. قل له كده، قل له انت اله حكيم يا رب، انت فعلت حسن لما اشتريتني يا رب، انت فعلت حسن لما جبتني هنا يا رب، انت فعلت حسن، انت كل اعمالك عظيمة، كل امورك حكيمة، انا جزء من خطتك يا رب. وانت بتقول كده بتضيع لابليس اغلب الخطة بتاعته، كسرها له. امين. والمجد لله دائما ابدا.